رمضان أهلا. رمضان بدأ يا نهى، وانتي وعدتيني وانا ما بنساش ب5 امتيازات. عايزه معاكي نبتدي اول امتياز والناس منتظراه. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ده الامتياز الأول. بالراحه عليا بقى، انت هنقول بقى تاني بقى بتبسطيها لي. بالراحة خالص. ايوه، هي الأساس كله في الجملة الأولانية اللي هي إيه؟ إنما الأعمال بالنيات. دي الحاجه الوحيده اللي احنا حافظينها. أيوه، احنا حافظين إنما اول لكل 3 امرئ ما كلمات، نوى، باقي بالضبط كله ده محدش كده. يعرفه. هو ده المعنى الأساسي للجملة. الرسول صلى الله عليه وسلم ادانا بس مثال يعني إيه الأعمال بالنيات، إيه القصد. اوكي. بس أنا كنت واقفة بقى هنا عند المثال ده. ليه المثال الرسول صلى الله عليه وسلم ضربه بالهجرة؟ يعني هو إحنا فاهمين معنى كلمة إنما الأعمال بالنيات، صح كده؟ على حسب أنتِ جواكِ ناوية صح. إيه تؤجري. طب ليه المثال الهجرة؟ سبحان ماشي. الله، الهجرة دي يا ماجي فيها مشقة كبيرة جدًا. أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيها مشقة ودلوقتي لا زالت فيها مشقة. أنتِ بتسيبي حاجتِك وبيتِك وحياتِك وكل اللي أنتِ متعودة عليه وتروحي لمكان تاني مش عارفة هتعرفي تتأقلمي، صح، صح، هتعيشي. صح. السفر نفسه وإن كان دلوقتي سبل السفر متيسرة، لا زالت صعبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عايز يوصل لنا إيه؟ والله أعلم، إن أنتِ ممكن تعملي عمل بياخد مجهود كبير جدًا منِّك، لكن يروح عليكِ، ما تستفيديش بيه، عشان انا عشان نيتِك ما مش كانتش النيه متضبطة. موجوده. سبحان الله. ليه بقى؟ لأن هو من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، نيته خالصة لله فهي نيته لله. طب ولمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني لو نيتِك مش مضبوطة ومش خالصة لله راحت صح، عليكِ. راحت عليه. مش معنى إن أنا باعمل مجهود كبير في الحاجة فأكيد لازم آخد ثواب عليها، لأ حضرتك مش أكيد، أنتِ هتاخدي ثواب على النية. فلازم على سبحان طول الله. افكر نفسي بالنوايا واجدد ان النيه تبقى خالصه لله. لازم تبقي عارفة أنتِ نيتِك إيه، وتخافي إن يكون مثلًا لا يخش كده حتة كده فيها كبر، حتة مش لأ، طول الوقت يا رب اللهم ارزقني الإخلاص، لأ أنا دي خالصة لوجهك يا رب. سبحان الله. اوكي. الامتياز بقى هنا اللي أنا عايزة أعمل عليه highlighting إيه، إن أنتِ ممكن تعملي عمل واحد بس بنيتِك تاخدي عليه أجر 10 أعمال. انزلي بالامثله. أيوه، خلّيني أقول لِك، يعني مثلًا وهذا سمعته يعني والله أعلم، إن المسلم لازم على الأقل مرّة واحدة في حياته يطلب الشهادة صدقًا من قلبه لله، يعني ايه؟ ومن قلبه من جوّاه يقول يا ربي أنا عايزة أموت شهيدة في سبيلك، وتكوني صادقة، تطلبيها مرّة واحدة اوكي. وعلى الأقل في حياتِك، وممكن في الآخر أنتِ هتموتي على سريرِك عادي ما فيش حاجة، مش هتحصل لِك حاجة، لو مش هتاخد مني 3 ثواني الطلب اللي انت قلتيه. بس يكون صدقًا من قلبِك. اه. بس أنتِ بقيتِ هناك معاهم، أخدتِ أجر الشهداء، لإن طلبتيها من جمله. صدقًا بس بالجملة دي. المهم يعني مش جملة بالصدق. طبعًا تتقال، بس القصد يعني بنيتِك النيه. وقلبِك الخالص ليه. ماشي سهل. طيب إحنا في رمضان نعمل إيه بقى؟ عايزين ايوه. ندوّر على أي حاجة اسمها أفضل الأعمال عند الله، أعظم الأعمال عند الله، دوّري بقى ماشي. الحتّة دي وهتلاقي بقى حاجات كتيرة أوي. أي حاجة بتعمليها قومي ناوية، مثلًا أنا باعمل طيب أول حاجة هانوي إفطار صائم أهل البيت، وإدخال السرور على المساكين اللي في البيت. مثلًا أنوي في نفس الوقت برضه التبعُّل لجوزي، ليه؟ إن هو بدل ما عشان لمّا ييجي يكون الأكل معمول ويقعد وياكل في البيت وأبقى أنوي إنه بدل ما كنت هاشتري أكل من برّه، فأنا هاعمل الأكل وبالفلوس دي هاعمل بيها حاجة. أنتِ كده بتعملي الأكل وكده بتعملي عمل واحد بس، ايوه. بس خدتِ ثواب إيه؟ حاجات كتيرة تانية. حاجات كتير. كل ما هتزوّدي عدد النوايا مع ال ال كل حاجه السلف بنعملها. سبحان الله كانوا العمل الواحد بيحط قصاده 70 نية، يعني كان الامتياز ده قدّام عينيهم كده، ما بيفوّتوهوش، العمل الواحد قدّامه 70 نية. معلش فإحنا عندهم وقت يقولوا ال70 نية مش يفكروا فيها. هيقولوها، ما سبحان الله فتح، هو فتح يا ماجي من عند ربنا. أنتِ لمّا تعوّدي نفسِك مرّة في مرّة، ادعي ربنا يا رب ارزقني يا رب النوايا، يا رب ارزقني إمم. إن أنا أحط نوايا. حلوة دي، يعني أنا مش ممكن لازم أقول نحطها لِك على صح. كل حاجة، يعني ممكن أكون حاجات والله أنا أصلًا تفكيري محدود في الآخر، بس سبحان الله ربنا بيفتح على ناس نوايا كتير. ماشي. حاجات كتيرة حلو. بقى، عملتِ أكل لحد، بسطتِ حد، ضحكتِ في وش حد، كلمتِ إمم. صلة رحم، كله نوايا، نوايا، نوايا كتير. نحاول نفتكرها ونزوّدها في أيوه، رمضان. هنحطها إيه في نُصب عينينا كده، ده امتياز ربنا مديه لي، أنا باعمل العمل كده هاعمله، آخد عليه أجر حاجة والّا أجر 10، 15 حاجة؟ مش تمام، يعني آه، ده كده يا نُهى بسم الله. أول امتياز معانا فكرة الأعمال بالنيات. ببساطة شديدة الناس تجدد النوايا، وبدل ما بتيجي تعمل عمل واحد بنية واحدة، لأ العمل ده ممكن تحط قصاده 10 نوايا، تُبدع في النوايا، لإن ساعتها في بالضبط، رمضان كل حاجة مضاعفة. بالضبط، ولو أنتِ مش عارفة إمم. ادعي ربنا، ارزقني بالنوايا يا رب ارزقني النية. أصلًا. طب شُفتِ بسطتيها سهلة. سبحان الله، ربنا يرزقنا وإياكم يعني النية، وخدي بالِك النية زي ما هي في الخير هي في الشر،
لازم في ناس بتنوي ده أنا هاروح أنتقم بقى وعارفة أقلبه على ضهره. وليه تاخدي سيئات وأنتِ مش هتقومي تعملي كده على فكرة؟ أنتِ قصدِك حتى الجملة. الله أعلم، ولكن يعني آه. هنيجي نتكلم في الموضوع دوّة، بس عمومًا أنتِ عوّدي نفسِك إن نواياكِ دايمًا تبقى حلوة. مهما كنت متضايقة عشان ما خاطرِك، كل حاجة باعملها في البودكاست ده عشانِك. ماشي. فيعني خلّينا نقول اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل باطلًا باطل وارزقنا اجتنابه. تمام. تمام، شكرًا ليكِ يا نُهى مع أول امتياز، هاجي لِك تاني عشان تاني امتياز ما بانساش. إن شاء أوكي. الله.